السلطات الإيرانية الاثنين حكما الإعدام الصادر في حق شخصين لإدانتهما بتدنيس القرآن وإهانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفق ما أفادت السلطة القضائية. وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للقضاء أن حكم الإعدام شنقا نفذ في حق صدر الله فاضل زارع ويوسف مهرداد لإدانتهما بإهانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومقدسات إسلامية أخرى بما يشمل حرق القرآن. وأشار الموقع إلى أن أحد المدنيين اعترف في مارس بنشر مضامين مسيئة للمقدسات عبر مواقع التواصل. وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين ووفق أرقام منظمة العفو الدولية. وأفادت منظمتان حقوقيتان في أبريل الماضي بأن عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران خلال 2022 زاد بنسبة 75% عن العام السابق. وأشارتا إلى أن طهران أعدمت 582 شخصا على الأقل في 2022 في حصيلة هي الأعلى على هذا الصعيد منذ 2015.